اتجبرت اتعلم لغه في يوم واحد بس، ودي سلسله بجرب فيها تجارب قبل ما اموت. الجزء 16. بكل بساطه انا ومنير، والنهارده هنهكر اللغات ونتعلم لغه في يوم. ومعنا بلقيس فرنسويه بتتكلم فرنساوي، فيلا نتعلم. كلكم عارفين اني كنت في مدرسه حكومي، بس ده طلعني بتكلم لغتين والتالتة جايه في السكه. قولي لي هقعد قد ايه عشان اتعلم فرنساوي؟ لكن عادة ممكن تاخد من 6 شهور لسنة. اسكتي انت مش فاهمه حاجه. وجيت ابدا اتعلم، اكتشفت ان ما عنديش حاجه اتعلم بيها، لا هايلايتر ولا قلم ولا نوت بوك ولا حته اتعلم فيها. فاشتركت في ينفع.com عشان في كورس فرنساوي كامل. افتكر اخر مره ذاكرت فيها كانت ايام ثانويه عامه. نزلت اشتريت عده الحفر والخرسانه وهاتك يابونا في اللغه، وبدات اتعلم فرنش كذا ساعه لحد ما اكتشفت. جماعه الحقوني وانا بتعلم بيقول لك ايه الاكسون سيركونفلكس. الجمله الطويله اللي انا قلتها دي بتعبر بس عشان اقول ان الحرف عليه شرطتين. في حاجه انا انبهرت بيها، بيقول لك حرف الواي في الفرنش بيتنطق حرفين، بيتنطق اجريك، عندهم اجريك، حالهم يغم، والله حالهم يغم. جماعه كنت حاسه زي ما هتمرن كتف هتمرن بقي، حرفيا طلع لي عضلات في بقي. عايزه ارجع اتعلم نحو وصرف وبلاغه. خلصت الاساسيات واكتشفت ان الفرنش مش محتاج مذاكره، هو محتاج شخصيه. الشخصيه بتاعت اللغه لازم تتقمصها. ما ينفعش قلبت معايا ام جاسر، كلمت بلقيس صاحبتي عشان اتقمص شخصيتها، وده ملخص اللي اتعلمته. Tu vois, en Égypte, vraiment, j'aime beaucoup partager des moments avec les gens, احلى manger حاجه لسه جايبه منها 2 et discuter surtout. لسه حصلالي اقسم بالله. ومعرفتش اتعلم فرنش في يوم واحد، عشان مفيش حاجه اسمها انك تتعلم حاجه بالسرعه دي اصلا، ولازم تاخد وقتك في تعلم اي حاجه. فعندكم موقع ينفع.com فيه كل كورسات اللغات اللي تتخيلوها، انجليزي، الماني، اسباني، فرنش، روسي، حتى لغات البرمجه. والحلو انكم حتى لو خلصتم تعليم اللغه وزهقتم مش هتقفلوا الموقع وتمشوا، عشان فيه 400 كورس تانيين مستنيينك في كل المجالات. لو زهقتم من الفرنش روح للموشن جرافيك، تقدروا تتعلموا اديتنج وانجلش وسكيلز في سوق العمل. والحلو ان كل ده متاح. اشتراك السنه بقى بسعر شهر، يعني الحقوا اشتركوا، حرفيا بسعر وجبتين شاورما كومبو لارج. ايوه اللي احنا بناكلها دي. Merci. Oui. Tu vois ce que tu fais, c'est exactement le sujet. اللي عجبني في ينفع انك مش بتتعلم عشان امتحان، بتتعلم عشان نفسك. لو التعليم السريع كان فعال كان زمان كله فلح. فبكل بساطة انت بتضيع ايام وشهور على السوشيال ميديا. اتوقع لو اديت يوم واحد بس تستثمر فيه وتتعلم فيه لغة او اي مهارة، اسوأ حاجة هتحصل لك انك هتكون مثقف ومتعلم، دي اسوأ حاجة.